The Lion King أو الأسد الملك. كان يا مكان في يوم من الأيام اتولد أمير، بس أمير ما كانش عادي، كان أمير أسد. في اليوم ده الحيوانات كلهم اتجمعوا عند صخرة العزة، وفجأة الحيوانات كلهم سمعوا صوت عالي جاي من فوق من عند صخرة العزة، وفي حد بيعلي صوته وبيقول أهو الأمير الصغير أهو. وفضلوا يهللوا ويعلوا صوتهم علشان يستقبلوا الأمير الصغير الجديد، واللي كان اسمه سيمبا ملك المستقبل. وده كان صاحبنا القرد العجوز الحكيم في الغابة واللي اسمه رفيقي. وفي مشهد جميل فجأة السحاب اتحرك ونزلت أشعة الشمس فوق ملك المستقبل، وبالراحة واحدة واحدة رفيقي نزل سيمبا ورجعه تاني لمامته وباباه اللي هما الملك مفاسا والملكة سرابي. سيمبا بقى كان عنده عم، وعمه ده كان اسمه سكار، بس للأسف سكار ما كانش بيحب سيمبا أبدا وكان عايز ياخد منه الحكم، وعلشان كده كان متضايق يوم ولادة سيمبا وما حضرش حفلة استقبال سيمبا مع الحيوانات. وبمرور الوقت سيمبا الصغير بدأ يكبر، وكل يوم بابا اللي هو الملك مفاسا بيعلمه دروس علشان يبقى ملك حكيم. وفي يوم من الأيام الملك مفاسا أخد ابنه سيمبا علشان يوريه المملكة بتاعتهم، وبعدين قال لسيمبا أنا عايز أنصحك نصيحة أبوية. سيمبا عايز أقولك حاجة قالها لي مرة أبويا، افتكر دايما إن الملك الناجح والحكيم لازم يحترم كل المخلوقات اللي حواليه، عشان احنا كلنا بنعيش مع بعض في دورة الحياة، كلنا بنكمل بعض. بعد ما سيمبا خلص يومه مع بابا راح يقابل عمو سكار شوية ويقعد معاه. عمو سكار مش أنا هبقى ملك على أرض العزة؟ يا فرحتي، هو أنا لما أبقى ملك أنت هتبقى إيه؟ هبقى طيشة. بابا وراني المملكة اللي هحكمها دي كلها. ها، باباك وراك المملكة كلها؟ كل حاجة، حتى الضلمة اللي برا الحدود الشمالية؟ قال لأ، وقال لي إياك تروح هناك. طبعا عنده حق، مكان زي ده ما يروحوش غير الأسود الشجعان. ما أنا شجاع، في إيه هناك؟ اعذرني، ما أقدرش أقولك. ليه لأ؟ سيمبا أنا كده بحافظ على ابن أخويا. صح، ده أنا ابن أخوك الوحيد، وده سبب كافي علشان أخاف عليك. مقبرة الأفيال مش مكان. مقبرة إيه؟ ياه،